نكملوا الهضره ديالنا على المنتخب الكاميرون. والتساؤل اللي كان من عند بزاف ديال الاخوان هو ديال كيفاش خصنا نلعبوا، واش خصنا نلعبوا بجوج لاعبين ارتكاز ولا خصنا نخليو غير واحد، يا نلعبوا بجوج مثلا العناوي والمرابط، ولا على العناوي او المرابط. دابا الاصابه اللي تعرض لها أناحي، دونك أناحي اللي كانت تعطينا حل للاسف، نتمنوا ان شاء الله الشفاء، اللي كانت تعطينا حل بزاف خصوصا في وسط الميدان، وهذاك الجانب الهجومي وهذيك يعني اللعب ديالو وهذيك التمريرات ديالو. دونك غيكون عندنا فراغ خصوصا في هذيك الجانب الشق الهجومي. ولكن كاين سيباري، كاين الخنوس هو اللي قدم ماتش مزيان رغم انه ما لعبش بزاف وما لعبش بشحال هذه ملعب. دونك هذيك المباراه ديال الاخيره ديال طنجة تعطي ثقه اكثر. الاختيارات هي تتبقى للمدرب، حنايا كوجهه نظر تنقولوا فقط لانه هو اللي عايش مع المجموعه، وهو اللي تيستشر مع المدربين اللي معاه ومع المساعدين ديالو. تيبني كما قلت دائما اي مدرب تيبني هذاك الاسلوب طريقه اللعب ديالو على حسب المنافس كذلك، يعني المنافس غير على المنافس، لانه المنافس هذا اللي لعبوا معاه الكاميرون تيلعب 3 قلوب دفاع، يعني تيلعب 5 اللور 4 وجوج قدام، عندهم مهاجمين خطيرين، بومو واللاعب اللي سجل البارح كوفان لاعبين مهاجمين قويين. انا هو هذا التخوف عندي هو المهاجمين في الحاله الدفاعيه وفي الحاله بالتالي انا تنظن نلعب بجوج لاعبين. هذا مباراه حتى انا تنشوف المباراه هذه خاص العناوي والمرابط بجوج. صحيح. انا انضم صوتي لصوتك. اولا نعتبرها مباراه قويه جدا، هي مباراه دور ربع النهائي، هي مباراه بطبيعه الحال كيكون فيها نسبه الصعوبه اكبر بكثير مما سبق. خصنا نلعبوا المباراه كامله، نقرنوا الاداء بالنتيجه، لانه صحيح انه في مثل هذه المباريات كتكون النتيجه كتسبق الاداء، لكن يستحيل في مواجهه منتخبات بحال المنتخب الكاميروني انك تفوز بدون اداء، طبعا لا الاداء الدفاعي لا الاداء الهجومي. فبالتالي خصنا نكونوا حذرين في هذه المباراه. هي مباراه اولا منتخب نعرفه جيدا، منتخب عندنا معه ذكريات حزينه، لانه كان دائما يشكل لنا عقده كبيره جدا. يعني كنذكروا اكبر مثال ما زلت اذكره هو المباراه ديالنا امام المنتخب الكاميروني سنه 88 لما كنا كنستضيفوا كاس افريقيا للامم. لعبنا هذيك المباراه وخسرناها ب1-0. الجيل ديال روجي ميلا، توماس نكونو، وايضا كانابييك ومامبييك. المباراه اللي كان كسر فيها الانف ديال حسن موحد وغادر المباراه لغايه الاسف بعد اعتداء كبير جدا. فهذيك المباراه انا كنحيلك على ما نتحدث اليوم على مباراه طنجة، على التحكيم والمحاباه وما الى ذلك. تصور اننا تذبحنا على ارضيه مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بتحكيم ديال مدرب، تحكيم ديال واحد من جزر موريس. انا اذكر ان وقتها كنا عملنا ذاك العنوان اللي تكلمنا عليه، عنوان على جريده المنتخب بعد خساره المنتخب الوطني وضياع فرصه الوصول الى المباراه النهائيه. قلنا حكم موريسي ذبح العريس، لانه الحكم الموريسي في ذيك المباراه فعل بنا ما اراد. على كل حال هذيك الذكريات قديمه جدا. هو حاجه باش قبل ما نسالي ان شاء الله هذا اللايف، اهم حاجه ان دائما المباريات راه ما تتشابش، والمباريات دائما ما تكونش سهله وما تكونش صعيب باش تسجل. يعني اوكي حنا تنتمناو ديما يبقى نسجلوا في البدايه لان تتسهل عليك بزاف الحوايج، لكن خصنا نتاكدوا من الحاجه، خصنا نعرفوا هذه الحاجه. كل ما سجلناش خصنا نصبروا، اللاعبين خصهم يصبروا. تيجي اهم حاجه ما يسجلش علينا الهدف. هذه القاعده الاولى، ما يتسجلش علينا الهدف، ومن ثم راه غتجينا فرص نسجلوا عليه هدف راه ديال نفوزوا. وخاص حتى الجمهور يعرف هذه القضيه، ان الهدف اي ممكن يسجلك في الاول، ممكن يسجلك في نهايه الشوط الاول، ممكن حتى لاخر دقيقه يسجل لك الهدف. خاصهم ديما نبقاو امنين ونشجعوا ان شاء الله حتى لاخر لحظه ان شاء الله. طيب انا معك في ان مباراه كاميرون غتختلف على مباراه طنجة. غتختلف اولا من ناحيه النهج ديال المنافس. فريق الكاميرون ما ولو ان تكلمنا على انه كيلعب
5 3 2 كيلعب 3 ديال قلوب دفاع وتيلعب 2 ديال الاظهره على مستوى الرواق الايمن والرواق الايسر، لكن مع ذلك هو منتخب كيلعب بالبلوك ميديان، ما تيلعبش بالبلوك با، بمعنى انه غادي يعطينا مساحات، لكن هذه المساحات خصنا نكونوا حذرين في التعامل معها، بمعنى ان المعركه غتكون اكثر على مستوى وسط الميدان. هذه اول شيء. ثاني شيء هو انه المرجعيه ديال الاداء ديالنا هي مباراه اللي خدنا امام منتخب زامبيا، لما زامبيا لعبت بلوك ميديان، لان كانت المنافس يختلف طبعا المنافس كيختلف طبيعه الكواليتي عند اللاعب الكاميروني. ثم ايضا المنتخب الكاميروني بحال اللي ذكرنا هو منتخب يولد في قلب البطوله، وتيلعبوا اكثر للكاميرون، كيلعبوا اكثر لرئيس الاتحاد والاسطوره صامويل ايتو. كتشعر بهم بانهم باغيين يشكروه على انه عمل فيهم الثقه، لان هذا الفريق هذا ما كانش هو الفريق اللي غادي يختاروا هذاك المدرب بريس اللي كان قبل واللي هو معين من طرف الوزير. اذا هي مباراه قويه جدا، مباراه غتلعب على تفاصيل وعلى جزئيات ما خصناش نكونوا متسارعين فيها. انا على خلاف المباريات الاخرى حتى الا ما سجلناش، الا سجلنا في البدايه تبارك الله ممتاز، لكن الا ما سجلناش في البدايه خصنا نبقاو حافظين على الهدوء ديالنا ونمشيو بالمباراه. كاين واحد المقوله سي بيركس قالها سي اريك فيرغسون، قال لك المهاجم ممكن يفوزك في بطوله، صح. في مباراه سوري صح في مباراه، نعم. ولكن الدفاع ممكن يجيب لك بطوله. هو هذا هو كما قلت، القاعده الاولى هو من تسجلش علينا، اللي ما تسجلش علينا غادي نسجلوا ان شاء الله. احنا ديما وراء فريق المنتخب الوطني، نعم. وديما ثقتنا فيهم، وان شاء الله المباراه الجمهور كذلك يكون حاضر كالعاده. لا ما شاء الله يوسف ادي دوره على اتم وجه ان شاء الله الحمد لله، وان شاء الله غادي يتواجد يعني قرابه 65,000 غتكون ان شاء الله عشان يكون كالعاده ان شاء الله، من اول مباراه من اول دقيقه حتى لاخر دقيقه ان شاء الله، وان شاء الله نفرحوا جميع ونمشيو مباراه ان شاء الله. اهم شيء هو مباراه الكاميرون ان شاء الله، نحاول نقدموا مباراه كبيره ونفوزوا ان شاء الله. والسلام عليكم. ان ينصركم الله فلا غالب لكم، وديما مغرب. ديما مغرب.